راكمت تاني صح؟ اعترف قول الحقيقة، ننسى اللي فات وتعالى نصلح العبث اللي حصل ال3 شهور اللي فاتوا وهنفتح مع بعض صفحة جديدة. لا احنا حرفيا هنفتح صفحة جديدة. عايزاك تجيب لي ورقة فاضية زي دي مثلا وهتكتب فيها بالتفصيل الواقع منها، هنسميها مثلا صفحة التراكمات، وهنكتب المواد اللي عندنا، هنكتب تحت كل مادة الدروس اللي واقعة مننا وعاوزين نذاكرها مذاكرة محترمة، اللي هو محتاجة تسمع فيها شرح وبعد كده تذاكر وبعد كده تحل. وبعد ما نخلص الصفحة دي هنروح للصفحة اللي جنبها وهنكتب فيها جدولنا طول ايام الاسبوع من يوم السبت لحد يوم الجمعه. كتبنا ايام الاسبوع نكتب بقى علينا دروس ايه في كل اسبوع، والدروس دي اونلاين ولا اوفلاين. نكتب من الساعه كذا للساعه كذا، يعني لو مثلا الدرس ده اوفلاين بتنزل له انت مش بتكون موجود في البيت مثلا من 3 ل 5، لكن لو الدرس ده اونلاين فانت مثلا الحصه مدتها ساعه انت بتخلصها في ساعه. ثالث خطوه ان احنا كل درس من الدروس دي المفروض زي ما كنت بقول لكم دايما في الفيديوهات اللي قبل كده ان احنا لازم نذاكر الدرس بعد ما ناخده. فانتوا لسه بتاخدوا حاجات جديده في الدروس، فالمفروض بعد ما تخلص كل درس من دول تذاكروا بعدها على طول. فمثلا انت عندك كيمياء يوم السبت من 3 ل 5 هتروح تذاكرها مثلا من 6 ل 8 وتحل الواجب من 8 ل 9، فانت كده مش موجود من 3 ل 9، ده كله للكيمياء. وهتعمل نفس الحاجه لمثلا الانجليزي انت عندك من 4 ل 5 فانت هتذاكره مثلا بعد الكيمياء هيكون مثلا من 9 ل 11 فانت مش موجود برده من 9 ل 11، فانت من 3 ل 11 ده هيكون للمواد الجديده اللي عندك. بعد 11 انت متاح وقبل 3 انت متاح. مركز معايا ولا تهت؟ يعني اي وقت قبل الساعه 3 واي وقت بعد الساعه 11 متاح عندك، لان انت في الوقت ده هتكون اخدت الدروس وذاكرت الجديد وحليت الواجب، وهنطبق نفس الكلام على بقيه الايام. ركز معايا بقى، لو انت من الناس اللي بتحب تذاكر الصبح بدري، الفجر تقريبا بيأذن الساعه 5:30، ابتدي مذاكره الساعه 6 ومن 6 ل 3 او من 6 ل 2 ده مذاكره. لو انت من الناس اللي بتحب تسهر وتذاكر بالليل وما بتعرفش تصحى بدري فانت من بعد الساعه 11 للفجر متاح بالنسبه لك، وممكن تنام تصلي الفجر وبعد كده تنام. فانت في الوقتين دول اللي هم قبل الساعه 3 وبعد الساعه 11 تقدر تذاكر فيهم حاجه من الحاجات اللي متراكمه عليك هنا. يعني انت مثلا عندك 20 حاجه هنا متراكمه عليك، قسمهم على ايام الاسبوع، ومش لازم تخلصهم في اسبوع، ممكن تخلصهم في اسبوعين وممكن تخلصهم في 3، المهم انك تخلص، المهم انك ما تاثرش مع الجديد. زي ما قلت لكم الاولويه دايما تكون للجديد. انت كده حرفيا في صفحتين بس لميت كل المتراكم عليك. اتمنى ان الفيديو ده يكون ساعدكم شويه، ولو عندكم اي اسئله ثانيه اكتبوها في الكومنتس.